ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده برضه هنتكلم معاكم بقى بخصوص ماتش القمه اللي هي النقط بتاعته يعني، والاحداث اللي هي حصلت اليومين اللي فاتوا دول، بخصوص اعترافات رسمي طه عزت سلم يعني سلم الناس اللي هو في رابطه رسمي. وبعد كده كمان النهارده البجح الفاسد احمد دياب طلع حتى يقول لك ايه، احنا خدنا قرارين. يعني بص، انا يعني بص حتى كام، بص التناقض. قال لك ايه؟ احنا خدنا قرارين سلام 100%. القرار الاولاني ان هو الاهلي لازم كان لازم يخسر ويطبق عليه 3 نقط، تمام، ده خدناه. وبعد كده خدنا القرار التاني اللي هو ايه، شفنا ان هو ان النوس بيعيط وبيشخ على روحه خسرنا منهم 3 نقط. اي كلام واي بتنجان وخلاص. فساد بجاح عيني عينك، بجاح عيني عينك. يعني ده لو كان فريق تاني كان عمل معاك كده اهو، او لو الاهلي بقى هو اللي في مكاني ولا انا انسحبت، ما خلاص، ما مش هينفع اقول كده، ان انا اصلا ما حصل قبل كده وما قدرتش اخد حتى حاجه واتطبقت عليا اللائحه. لكن المهم يعني اي حاجه تطبق على اي حد الا النادي الاهلي، هو كده نادي ما يعرفش. هو عشان كده حتى ايه لما اتكلموا عن الظلم، هو ما يعرفش يعني ظلم، ما يعرفش طعمه، ما شافوش. هو ده نادي بياخد ايه؟ مش حقه وتالت ومتلت، ده بياخد حقه وتالت ومتلت، وبياخد حاجه كمان مش حقه. فبجاحة بجاحة بجاحة عند الناس دي أنا ما شفتهاش في حياتي يعني. فالنهارده الحمد لله طلع استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، واكد ان انا يا جماعه كنت عمال اقوله من زمان، عشان برضه كانت في ناس خايفه ما عندهاش ثقه يعني في الاداره عندنا، عشان الاداره عندنا نايمه وضعيفه. فقلت له لا، قعدتوا ايه، قعدت يا جماعه قلت لكم ايه، لا ما تخافوش يا جماعه، هنطلع. وكان ده حتى قايلهم من زمان يعني. قلت ان هيحصل كذا كذا، السيناريو كله انا اسمه من الاول معاكم يعني. فهنطلع عفيفه ان شاء الله. وطبعا بيراميدز برضه هيطلع عشان هو ايه، مأذي معانا. بيراميدز مأذي معانا عشان هو داخل في المنافسه، وانا بالطبيعي انا عاوز اول حاجه اخد حقي ده، واخد كمان يعني افهمك ان انت بني ادم زيك زيي وعادي وهتاخد على قفاك وده حقي. وكمان ايه، اساعد بيراميدز ان هو اي حد بقى، انا اساعد بيراميدز، اساعد اي حد ان هو ايه، ياخد الدوري. لكن انت ما تاخدش دوري، انت كده تقعد كده تعيط كده زي النانوس ان شاء الله يعني، عشان تبقى فعلا رسميا بعد كل الموسم اللي وكل فلوس انت صرفتها دي طلعت ايه، زيرو ان شاء الله. وانا هاخد الكاس من بيراميدز. وبيراميدز بقى كسب افريقيا ما كسبش افريقيا، ما بس فريق مصري اتمنى له الخير طبعا يعني. الحاجة التانية، لما برضه كنت بتكلم معاكم بخصوص المشاكل اللي عندنا الاهلي. اول حاجة بدأت موضوع كولر، قلت يا جماعة ان كولر هيدفع له فلوس لمدة 14 شهر، يعني سنة وشهرين. الناس كلها انت مش عارف ايه وانت كده، طلع رسمي خلاص. النهارده اهو كانوا بيتكلموا ان هم ايه، هيبعتوا له اول شهر بتاع شهر 5، مرتب شهر 5. وبكده ايه، فاضل له كده 13 شهر. وقال لك لسه ما وصلناش معاه لصيغه يعني، بس خلاص هيفضلوا يدفعوا له كده اهو. في ناس بتقول لك ان هو لو اشتغل مع فئه تانيه يعني ساعتها خلاص العقد، يعني على حسب ما اللي موجود في العقد، والله اعلم دي حقيقه ولا لا، بس برضه قلت اقولها ان هو لو فعلا اشتغل في فئه تانيه خلاص من النادي الاهلي، ساعتها يبقى ساعتها ايه، مش مطالب ان هو يكمل له عقده يعني. بس لغايه وقتنا هذا النادي الاهلي ما شاء الله عامل رقم قياسي، انه هيدفع يعني اول مره في حياتي اشوف فرقه بتدفع المرتب لاثنين مدربين، واحد جديد 150 الف دولار في الشهر، والباشا كولر 250 الف يورو. يعني انت جمعتهم على بعض كده يعمل لهم ايه، حسبه كده حوالي 500 الف دولار في الشهر يعني. فما شاء الله يعني، فربنا يزيده ويبارك يعني. ده كده بالنسبه لايه، لكولر. تعالى بقى اخش بقى ايه على رامي ربيعه اللي عمالين يبوسوا ايديه ويبوسوا حاجات تانية، والراجل ايه عمال ينزلهم ذل. ده لغايه دلوقتي، لغايه النهارده هم حتى يا جماعه، مش انا اللي بقول ده، هم لسه اللي اعلنوا النهارده. قال لك محمد يوسف قعد برضه معاه تاني النهارده، الراجل مش عاوز ينزل مليم. ده مش بس كده، ده قال لك انا هاخد 50 و50، وبابا ياخد كمان نسبه. خلاص يعني هو يعني ابوه اقل من ابو زيزو؟ الله، ما ينفعش يعني. فده اللي حصل رغم كل وايه، فاهم؟ بس فالحين بس يجي يقول لك ايه ساعه وترد عليا، ده انت عملت اقول لك إيه، بس عمال تعمل معاه كده حاجات يعني. وما فيش ذل يا ذل. دي حاجه. فاكرين برضه يا جماعه لما قلت لكم على موضوع امام عاشور ان هو هيتراضى كده اهو النهارده اهو. انا بقول لك بقى حتى من غير ما تسمع، انا بقول لك اهو من دلوقتي، هو بس عشان طلعت اشاعه ان هم ايه جددوا له 4 سنين. انا بقول لك اهو المعلومه انا عندي مؤكده ان هو هياخد زيه زي زيزو بالظبط. كام يا مازا؟ مليون دولار في السنه، يعني 50 بقى. وبرضه اتعمل 50 يعني، مثلا المليون مثلا دلوقتي ب 50، بكره بقى ب 60، بعده بقى ب 70، على حسب هم ايه، هياخد مليون دولار في السنه يعني. لا، مليون دولار في السنه ايه، سوري 2 مليون، انا اسف، 2 مليون دولار زيه زي زيزو. الله ينور كده، خلي كده انا فرحان، انا عاوز اوضه لبس كده تخرب وتخرب وتخرب. والنهارده برضو جايبين برضو شوبير اللي هو اساسا ما بيلعبش، رفعوه اللي مش عارف ايه لفئه تانية،
وايه، وهياخد حوالي برضه حاجه و20 يا جماعه. انتوا متخيلين يا جماعه حارس مش اساسي بياخد 20 مليون؟ اه هو على فكره هو شريف بصراحه، هو خامه كويسه، بس 20 مليون ولسه عملت ماليش دعوه. ان شاء الله تولع يعني. فده خير. خلي كده بقى. وطبعا الشناوي نوم دلوقتي بياخد 50 رسمي خلاص. فهي الدنيا كلها ايه، سداح مداح كلها كده اهو. ومين تاني برضه كان جدد، اللي طلع لهم دلوقتي في البخت وعايزين يمشوه حسين الشحات، ان هم ايه، لا انا فيها يخفيها. حسين يعني غلبان، بياخد 35 بس، ما ينفعش. لا يا جماعه لازم بقى نشوف له حاجه. عندك تريزيجيه باشا بياخد 3 مليون دولار، زيزو بياخد 2 مليون دولار، امام بياخد 2 مليون دولار، الشناوي بياخد مليون دولار. يعني الناس دي كلها بابا، يعني هم دول بقى الناس دي جامده، وحسين الشحات اللي كخه، لا ما ينفعش. رامي ربيعه عاوز مليون دولار بس. لا طيب غلبان رامي ربيعه. والراجل كمان بيشوف مصلحه ابوه. يعني هو قال لك يعني هو بابا زيزو احسن مني؟ ده بابا زيزو ومرات زيزو واخدين، ده زيزو واخد عربيه، وبابا زيزو واخد عربيه، واخد مليون دولار عموله، وفي عربيه زياده ثالثه كده لمرات زيزو. فيا جماعه بس انت بقى يعني حلال على زيزو مش وحرام على رامي ربيعه والناس التانيه. اكرم توفيق طبعا قال لهم انتوا في العش ولا طيب، بس الراجل كان دغري بصراحه، فاهم، عكس الخاين الجعان اللي عندنا قاعد يحور وبتاع يعني. بس دي كده كانت معلومات سريعه كده بخصوص نادي الزمالك وبخصوص نادي الاهلي. وان شاء الله يا جماعه اللي جاي، انا قلت لكم اهو، فاكرين ما قعدت لكم من زمان ان في هيتفك القيد وهندفع كل حاجه. الناس قاعده تقول لك وكام ده ايه، حتى الاغبياء ان يعني، حتى بص يا جماعه عشان تعرفوا ايه ده، سكريبت كده ناس يجي يقول لك ايه ده فلوس التفويته مين يا بهايم؟ ده الكلام ده اصلا قايله من زمان، من قبل حتى يعني. ده لو انا معاكم مثلا احنا فوتنا، فكام ده احنا، انا قلت من قبل الماتش بتاع بيراميدز. ثانيا احنا يعني، انا بص بوضح اقولها تاني وتالت ورابع. يعني انتوا يا جماعه انتوا بحكامكم بنجومكم مش عارفين تكسبوا بيراميدز، وانا التعبان اللي مش عارف اكسب حد المفروض اكسب بيراميدز، ولو ما كسبتوش ابقى مفوت. ده انت يا ابني، ده انت اللي مخك مفوت يا متخلف، يا بيب يا متخلف يا جاهل. والله العظيم حاجه تعصب. وانتوا بقى في ماتش عايز حدود، ده كان ايه؟ ماتش المصري انيس وجلبان النهارده اهو، النهارده انيس وجلبان الراجل بيقول لك انا مشيته خلاص، مش حتى مش عاوز يكمل معاه، راح في 60 داهيه. طالع بيضحك في ماتش واخد 4 من النادي الاهلي، بيلعب بيضحك وبيتصور مع اللعيبه والجمهور، البجح البارد. ومحدش رغم كده برضه عمر كشيت الزمالكاوي قال لك ان هو مفوت، بس انا بقول لك هو مفوت وجاد. تلات غلطات صرف منه من الاربعه دخلوا فيه. انت بقى جاي على عواد اساسا ان هو بيمسك الهواء في العادي، فايا كان يعني. فده اللي حصل كده بالنسبه لموضوع النادي الاهلي والتفويت. يعني هم اللي بيفوتوا، هم اللي ايه، اللي ابدعوا الكلام ده كله. الحاجه الاخيره برضه كنت عاوز اقولها، بس والله استنوا كده. كانت في حاجه برضه عاوز اقولها برضه بخصوص برضه الصفقات نادي الزمالك يا جماعه. لغايه دلوقتي ايه، انا بقول لكم مفيش حاجه رسمي. كله برضه باكد تاني عشان برضه ايه هتسمعوا بقى مين مضى، ما حدش مضى لغايه دلوقتي يا جماعه. انا ان شاء الله باذن الله لما حد يمضي انا واحده هقول لكم باذن الله ان شاء الله. ومش شرط اول واحد، انا على الاقل هقول لك المعلومه صح ولا لا بس، يعني مش انا بقى ايه، ما بحبش اقول بقى ايه انا واحد قلت انا فيش الكلام ده عادي. انا بس اللي انا دايما بقوله ان الحمد لله المعلومه اللي انا بقولها بتبقى صح. فباذن الله باذن الله لو حد مضى هقول لك فلان ده مضى، لا فلان ده ما مضاش. وانتوا الحمد لله بقى الناس اللي معايا هنا قديمه خلاص عارفين بقى الحاجه بتطلع من بقي بتبقى الحمد لله الحمد لله، يعني مش هقول لك 100% بس 99.5%. فزي كده بقى موضوع الكتيب واخيها زيزو، لما الناس كلها الزملكاويه يعني زعلوا مني، بس ده يعني دي كانت الحقيقه. ان هم كانوا بيقولوا لي ازاي يا عم الجناني بيقول مش عارف ايه وميدي بيقول لكم يا جماعه بيكذبوا وبيحوروا. ما هي بيكذبوا يا هم نايمين في الدور مش عارفين حاجه، ودي كانت تبقى مصيبه اكبر. فالمهم يعني الحمد لله على كل حاجه. ان شاء الله يا جماعه اي معلومه جديده هقول لكم. بس اللي انا برضه عشان افرحكم شويه، فعلا في شويه صفقات سوبر حلوين جدا لو تمت هتبقى حاجه نقله كبيره جدا نادي الزمالك. فانا دلوقتي مش هتكلم عليها لغايه ما تتم ان شاء الله. في منهم صفقات فعلا اتقالت في الاعلام، وفي لسه صفقات ما اتقالتش. فان شاء الله طبعا انا برضه مش هقول على اي حاجه خالص ما اتقالتش. لان انا طبعا انا ولا ببص اقول لك بقى عشان ترند ومش عارف، لا مفيش الكلام ده. اهم حاجه عندي النادي بتاعي، النادي اللي انا بحبه، النادي اللي انا بموت فيه. وان شاء الله ان شاء الله هيبقى عقبه في للنادي الاهلي في كل حاجه، رغم ان احنا ميتين خالص، لكن برضه هم بص حاطيننا في دماغهم. فان شاء الله الصفقات دي لو تمت يا جماعه هتنقلنا نقله حلوه ان شاء الله. وباذن الله عشان انتوا عارفين في بومه سودا مستنيه، اقول بس اي حد فينا يقول على صفقه يروح ياخدوها، رغم هم مش محتاجينها. ياخدوها بقى كده يبيعوها بقى، يحنطوها، يدوها للكلاب بتوعهم. ما هو النادي ده ليه الكلاب بتوعه بقى، عنده زد وعنده مودرن فيوتشر وسموحه والاشكال اللي كلها اللي هي اقول ايه بس ايه كلها بايظه خالص. بس يا جماعه صحيح يا جماعه انتوا عارفين، يعني انا دلوقتي يا جماعه عرفت ليه هم بيقعدون في في الناحيه الشمال في الاستاد. يقول لك هم ايه درجه شمال، احنا بنقعد في الناحيه اليمين، هم بيقعدوا في الناحيه الشمال. انا دلوقتي عرفت ليه الناس دي بتعشق الناحيه الشمال، فعلا ناحيه على مسمى يعني.
فالمهم يا جماعه ان شاء الله خير كده، واللي جاي كله خير نادي الزمالك. يلا اشوفكم على خير، سلام.